حكايات الأديب. حكاية حلاوى المولد. حكاية مصرية. كل عام وحضراتكم بخير وسعاده بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ومع اقتراب المولد النبوي الشريف تمتلئ محال الحلوى في مصر بالسمسمية والحمصية والفولية والملبن، وتعود معها إلى الواجهة عروسة المولد والحصان، وهما من أكثر الصور ارتباطا بذاكرة المولد المصرية. وبداية هذه الحكاية تعود إلى المصري القديم والجذور التاريخية الأوضح لهذا التقليد، حيث أن المصري القديم كان يختص لكل مناسبة مصرية ودينية وسياسية واجتماعية وثقافية باحتفال خاص به. ومن هذا الإرث التاريخي وحب الشعب المصري العظيم لنبيه الكريم كان هذا الاحتفال الذي تحول وتطور عام بعد عام، حيث أنه ظهر أكثر رونقا وتطورا في العصر الفاطمي في مصر، حين أصبحت الاحتفالات والمواسم الدينية جزءا مهما من الحياة الرسمية والشعبية في القاهرة. وتطور المولد النبوي الشريف ارتبط به بعض المواكب وتوزيع الطعام والحلوى والهبات، والإنشاد الديني والمدائح النبوية الشريفة وحلقات الذكر وكان للحلوى مكانة خاصة في هذه الثقافة الاحتفالية. ففي القاهرة الفاطمية وجدت منشأة عرفت باسم دار الفطرة، كانت تجهز فيها كميات كبيرة من السكر والعسل والدقيق وغيرها من المواد لإعداد ما يوزع في بعض المواسم. وكانت مصر نفسها مركزا مهما لإنتاج السكر، وانتشرت فيها صناعة الحلوى ومطابخ السكر. ومع الوقت لم تعد الحلوى مجرد شيء يؤكل، بل أصبحت أيضا فنا يشكل من السكر. يصف المؤرخ تقي الدين المقريزي سوق الحلويين في القاهرة خاصة ومصر عامة. يذكر أن الصناعة كانوا يصنعون من السكر تماثيل على هيئة خيول وسباع وقطط وغيرها، وكانت تسمى العلاليق، وتعلق بالخيوط على واجهات الدكاكين والمحلات، ويشتريها الناس لأطفالهم. وهذه الإشارة التاريخية مهمة جدا، لأنها تؤكد أن تشكيل السكر في صورة مجسمات كان بالفعل جزءا من ثقافة الحلوى في مصر. ومن هذا العالم خرجت واحدة من أشهر أيقونات التراث الشعبي المصري، عروسة المولد وحصان المولد. العروسة التقليدية كانت تصنع من السكر المصبوب داخل قوالب خشبية محفورة، ثم تزين بالألوان والورق والمراوح، بينما يظهر الحصان عادة وعليه فارس. وقد استمرت صناعة هذه القوالب والحلوى التقليدية في مناطق مختلفة من مصر عبر أجيال من الحرفيين المبدعين وارثهم الحضارة. وهنا تظهر حكاية شعبية شهيرة تقول إن العروسة والحصان ارتبطا بمواكب الخلفاء الفاطميين، بل تروي بعض القصص أن عروسة المولد تمثل زوجة الحاكم بأمر الله، بينما يمثل الحصان الخليفة أو الفارسة. والأجمل أن التقليد لم يتوقف بانتهاء الدولة الفاطمية. انتقلت الحلوى واحتفالات المولد عبر العصور الأيوبية والمملوكية والاحتلال العثماني لمصر، وتغيرت أشكالها وطرق صناعتها، لكن المصريين احتفظوا بالفكرة الأساسية أن للمولد طعما وشكلا وبهجة خاصة. وقد ظل سوق الحلويين معروفا بصناعة الحلوى، وازدهرت تقاليد المولد في العصور اللاحقة أيضا. وتغيرت حلاوى المولد مع تغير الزمن، تنوعت أصنافها، وأصبحت السمسمية والحمصية والفولية والملبن والمكسرات وغيرها مكونات مألوفة في العلبة المصرية، بينما تراجعت العروسة والحصان المصنوعان من السكر تدريجيا أمام العرائس الحديثة المصنوعة من مواد أخرى. ومع ذلك بقي التقليد نفسه حيا. تغيرت العروسة، وتغيرت الحلوى، وتغيرت القاهرة نفسها مرات كثيرة، لكن الاحتفالات ما زالت مستمرة ومتوارثة من أجيال إلى أجيال جديدة، تحمل جينات الإبداع والابتكار والتجديد المتوارثة من الأجداد. لكن بقي للمولد في مصر بعد كل هذه القرون طعم الحلاوة، حبا ومحبة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. مع تحيات، الأديب خالد محرم.